علمتني إن مفيش حد دايم مهما كان قريب، إن الضربة بتجيلك من أقرب الناس ليك، إني ما تعشمش في حد العشم في الله وبس، إني ما ينفعش أثق في أي حد مهما كان، إن كل واحد عنده مصلحته أولا، إن محدش هينفعك إلا نفسك. علمتني إني ما أجيش على نفسي عشان خاطر أرضي حد، إن البعد عن الناس غنيمة واعتزالهم راحة. الحمد لله على الناس اللي خرجوا من حياتي وخسارتهم كانت مكسب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن أحوال، وفيديوهاتنا تكون بسيطة وخفيفة على قلوبكم وتكونوا بتستفادوا منها. جمعة مباركة عليكم، أيام مباركة عليكم، بكل ستر وصحة وراحة بال وجبر خاطر. ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم ويفرح قلوبكم. حطوا لي لايك بقى كل متابعيني، والناس اللي مش متابعاني تضغط متابعة، والناس اللي بتتابعني عن طريق اليوتيوب يضغطوا لايك ويعملوا اشتراك ويفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. النهارده بقى هعمل ايه؟ انتوا عارفين طبعا ان انا همشي من الشقة ديت، فطبعا انا هغير الانتريه، هيتغير طبعا والنيش والمطبخ وحاجات كتير كده، ربنا ييسر الامور باذن الله. فطبعا الانتريه هيتعمل لون تاني خالص، فعايزه طبعا اغير لون الستاير، مش هينفع باللون ده. فقررت ان انا ايه، ابيعهم، مع ان هم يعزوا عليا والله ان انا ابيعهم. بقالهم معايا 10 سنين، يعني انا بايعاهم، بس اللي خدتهم تعتبر اخت ليا مش غريبة عني، ربنا يبارك لها فيهم يا رب. ويديها خيرهم كده ويكفيها شرهم. قلت بقى انضفهم لها كده قبل ما يروحوا لها. هي طبعا كانت واحدة متعلقة والتانية متشالة تحت السرير، هتشوفوها بحالتها زي ما هي. ما جيتش يمها خالص ملفوفة، لان انا لما كنت قاعدة في شقة تانية قبل دي كان فيها اتنين، لانها كانت اوسع من ديت اللي كانت في العاشر، ما كانتش هنا. لما جيت نقلت هنا بقى فكنت حاطه واحده بس، والتانية كانت ايه، متشاله، ملفوفه في ورق استرتش ومتشاله. حطوا ومالك لايك. بيقول لكم حطوا لايك، حطوا لايك بقى عشان خاطر مالك. ماشي، فقلت بقى انزلهم كده وانضفهم. في واحده طبعا مغسوله ونضيفه، والتانية اللي هي ملفوفه في ورق استرتش دي اللي كانت تحت السرير متشاله بحالتها، ودي اللي كانت ايه محطوطه. ربنا يبارك للي خدتهم فيهم يا رب. وهشيل بقى الحلقات واحطها لها في كيس، عشان هي هتبعت تاخدهم دلوقتي، قالت لي هتبعت ايه بعد الصلاة على طول تاخدهم، وانا النهارده طبعا الجمعة، انتوا عارفين انه بيبقى عندي اجازة، فقلت بقى اطلع لها اللي تحت السرير واشيل لها ديت وكده. عايزه اقول لكم ان هي دوختني في شيلها، انه مربوطة بالمسامير جامد خالص، وايديا وجعاني اصلا مش بقدر اضغط بيها خالص. بس الحمد لله يعني تم بحمد الله، وشلتهم لها. وعايزاكم بقى انتوا كمان تدعوا لي كده زي ما بدعي لكم، ان ربنا يكبر بخاطركم ويصلح حالكم ويوسعها عليكم وعليا يا رب. يجعل الشقة الجديدة دي قدم السعادة عليا وعلى ولادي، واشوف فيها كل الخير، ويديني يا رب خيرها ويكفيني شرها انا وولادي يا رب. وعايزة اقول لكم ان شاء الله تعجبكم وتبقى حلوة كده بإذن الله وتعجبكم. هي الحمد لله والشكر لله، ربنا عوضني خير احسن من اللي انا فيها دي بكتير بكتير بكتير. يعني ان شاء الله هتشوفوها هتتفاجئوا، هتتفاجئوا بيها بإذن الله، واوسع كمان بكتير. الحمد لله والشكر لله. عوض ربنا يا جماعة، طول ما النية سليمة وضميرك صافي وبتتمني الخير للغير، الخير هيجيلك لغاية عندك وانت قاعدة مكانك، من غير ما تروحي ولا تبحثي عنه. اعملي الخير في أهله أو غير أهله، فإذا كان الخير ده في أهله فانت خدتي ثواب عليه، وإذا كان في غير أهله برضو فانت خدتي الثواب عليه. حتى لو هم غير أهله ملكيش دعوة وما تدوريش، الواحد اتعود ان هو يعمل كده. فأنا ايه، طول ما انا يعني طول ما انا ماشية اي حاجة قدامي خير اقدر في امكاني ان انا اعملها بعملها. انتوا عارفين طبعا ان انا بشتغل سكرتيرة في عيادة، بيمر عليا ناس كتير اشكال والوان ومشاكل وي وي وي. ده الجامع اللي مالك ابني رسمه، وقلت اوريهولكوا كده، اوريكم الرسم بتاعه جميل ازاي. هو راسم مسجد بيحب يرسمه خالص، ورسمه جميل خالص. المهم طول ما انت بتعملي خير بيقعد لك، طول ما انت بتعملي خير هتلاقيه في طريقك، طول ما انت بتعملي خير هتلاقي ربنا باعت لك الخير لغايه عندك. لان انت بتعملي مجهود عشان تعملي خير لغيرك، هتبصي تلاقي الخير جايلك من غير اي مجهود ومن غير تعب. ليه؟ عشان انت تعبتي لغيرك. فربنا بيبعت لك اللي يتعب لك ويجيب لك الخير لغايه عندك. طول ما نيتك سليمه وصافيه، طول ما ربنا هيكرمك، وهيكفيكي شر مرض، وهيكفيكي شر حاجات وحشه تحصل لولادك، وهيكفيكي شر حاجات وحشه تحصل في بيتك. طول ما انت بتعملي خير ما تندميش عليه ابدا ابدا ابدا، حتى لو كان الناس اللي عملته لهم دولت مش كويسين او ما يستاهلوش، هيعود لك انت. هم بقى حرين، هم الناس دولت بقى ايه، الخير اللي انت عملتيه معاهم قلبوه عليكي بشر، هم هياخدوا جزائهم وانت هتاخدي جزاء.
عاملوكي بالخير زي ما انت عملتيهم بالخير برضو ايه، يبقى انت استفدتي برضو ان ربنا قعد لك الخير. الحمد لله والشكر لله. الواحد ما بيحبش يأذي حد، ولا قريب ولا غريب. واي حاجة عملتها مع اي حد كانت رد فعل للفعل اللي هو عمله معايا. عمري ما بادرت مع حد بالشر، وعمري ما بادرت مع حد بالخصام، وعمري ما بادرت مع حد بالبعد، وعمري ما بادرت مع حد بكلمة وحشة إلا إذا كان هو اللي بدأ بالوحش. وعمري ما بادرت مع حد بالخصام إلا إذا كان هو اللي بدأ بالبعد والخصام. وعمري ما بادرت مع حد بالشر إلا إذا كان أنا شفت منه الشر. لكن أنا من نفسي عمري ما بعمل لا شر ولا بعمل أي حاجة وحشة في أي حد. كل فعل بعمله ما بيبقاش فعل، بيبقى رد فعل للفعل اللي اتعمل فيا. لكن أنا ما بعملش فعل وحش في أي حد قدامي. اي رد انا برده او اي حاجة بعملها تبقى رد فعل للي انا شفته من البني ادم اللي قدامي، او من اللي هو ورهولي، او من موقف وحش عمله معايا. انما انا عن نفسي اعمل وحش كده مني لنفسي، دي استحالة، عمرها ما حصلت معايا. هنا بقى ايه، كنت خلصت الصالة كده وكنستها، وكنست من ورا الانتريه. قلت عشان الراجل لما يجي يشيل الانتريه عشان هيتنجد، تبقى الدنيا نظيفة كده لما يجي يشيله، ما يبقاش وراه تراب ولا وراه اي حاجة. لان انا بصراحة ايه، كان بقالي شوية كده ايه بلف على شقة ومش عارفة إيه، ما كنتش فاضية وكنت مهملة شوية. هنا بقى ايه، جيت البطانية ديت كنت فرشاها كده في اوضة النوم على السجادة عشان تدفي الولاد. بتطلع البطاطين دي يا جماعة اللي هي بتاعت الجيش دي، عارفينها، تطلع صهد كده وبتدفي المكان. ففرشاها عشان مالك ابني بيلعب على الارض على السجادة، وانتوا عارفين ان مالك عنده كهرباء، ما بحبوش يبقى منه ايه للسجادة كده للارض مرة واحدة. بحط حاجتين فوق بعض. البطانية دي بتدفي كويسة خالص. فهو يا عيني تعبان عنده سخونية وبرد وترجيع، فرجع عليها، فقلت اشيلها اغسلها. وبصراحة ما مسحتش الأرضيات، كنست بس كده و... ولميت الزبالة ونفضت الفرشة وفرشت تاني. قلت بقى أنا من كده كده كلها أسبوعين وماشية، أنا مش إيه، مش همسح بصراحة المرة دي. وقلت كده كده برضو المطبخ هينزل والتلاجة هتنزل، هتروح علشان تترش عشان فيها شوية برومة. والأنتريه برضو هينزل علشان خاطر هيتغير هيتنجد وتتغير الكسوة بتاعته وكده. فقلت ايه، كده كده اللي هيجي برضه هيدخل وهيشيل وهيدهوس، والنيش برضه هينزل اللي هيشيل وهيدهوس، واوضه الاطفال برضه هتنزل. مش هيبقى باقي الا اوضه النوم بس هي اللي مش هتتغير ومش هيحصل فيها اي تغيير. فقلت ايه، كده كده الدنيا هتتدهوس وايه. واوضه النوم بتاعتي انا مش عايزه اغيرها، لان دي طبعا ايه ذكرى، مش عايزه اغير اي حاجه فيها. انا بحبها. وبعد ما خلصت كده كل اللي ورايا زي ما انتم شايفين، قلت بقى ايه اغسل العصافير برضو، احط لهم ميتهم واكلهم. وكده انا بكون خلصت الفيديو بتاعي يا حبايبي. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتحطوا لي كومنت حلو كده، وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، لعل الله يستجيب لكم.